السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت مصادر داخل نادي الزمالك أن هناك تفكير جدي لدى مسؤولي نادي الزمالك في عودة اللاعب محمد أشرف روقة إلى صفوف الفريق في الموسم القادم بعد انتهاء إعارته مع فريق طلائع الجيش، وهذا لتدعيم خط وسط نادي الزمالك. كما أن إدارة نادي الزمالك أعلنت أنها سوف تعرض الأمر على المدير الفني البرتغالي باتشيكو بعد عودته من البرتغال بعد قضاء أجازته هناك. اللاعب سيكون حديث الإدارة مع المدير الفني البرتغالي في الفترة المقبلة، خاصة مع الاتجاه السائد بالاستغناء عن محمد حسن لاعب وسط الفريق والبحث عن لاعب وسط جديد. وتحدث إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية له بالأمس على أن اللاعب أنهى صفقته مع النادي الزمالك وأن اللاعب غير معروف حتى الآن، ولكن كشف عنه إسماعيل يوسف حيث أشار إلى أن اللاعب هو أمير عادل لاعب الدوري الدنماركي. أمير عادل من مواليد شهر مارس 1994، هو من أب دنماركي وأم مصرية، يحمل الجنسية المصرية والدنماركية ويلعب في مركز الجناح الأيسر نفس مركز أشرف بن شرقي. لعب أمير عادل العديد من الأندية الأوروبية منها ايندهوفين الهولندي موسم 2013 وسارسبورغ النرويجي الموسم الماضي، خاصة أن أمير عادل 198 مباراة خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية الأوروبية، سجل خلالهما 20 هدف وصنع 13 هدف. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد.